الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، حينما سمع الملك تفسير الرؤيا التي رآها، وكان تفسيرا دقيقا معبرا خطيرا، قال عندئذ: ائتوني به. وقال الملك: ائتوني به، يعني أطلقوا سراحه، يعني أريد أن أراه. استعظم علمه وهاله هذا التفسير الدقيق، فقال: ائتوني به. فلما جاءه الرسول ليخرجه من السجن بعد 7 سنين، قدرها العلماء ب7 سنين، قال: ارجع إلى ربك، هاتوا لي سجينا واحدا يمضي في السجن 7 سنين، ثم يأتي أمر الإفراج عنه فيرفض أن يخرج. يرفض أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته، لأنه دخله مظلوما، دخله متهما، فإذا خرج من السجن كانت حريته أغلى من سمعته، لكن سمعته وطهارته وبراءته وعفافه وإخلاصه أغلى عنده من حريته، لذلك رفض أن يخرج حتى يتأكد الملك من براءته. قال: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. ماذا سيقول له؟ هل يقول له: إن امرأة العزيز هي التي راودتني عن نفسي؟ لا زالت في مكانها ولا زالت قوية. هل يقول له: إن امرأة العزيز هي التي راودتني عن نفسي؟ عندئذ يفتضح أمر زوجها، وهو الذي أكرمه، وهو الذي أحسن مثواه. دققوا أيها الإخوة في العبارة التي قالها هذا النبي الكريم: ارجع إلى ربك فاسأله. لو أن هذا النبي الكريم قال له: ارجع إلى ربك فأبلغه أني بريء، ليس في هذا الكلام إثارة. لو أن هذا النبي الكريم أعلم الملك بالقصة: ارجع له فقل قصتي كذا وكذا، الملك قد يصدقها وقد لا يصدقها، قد يقول: ما من سجين إلا وهو يظن أنه بريء. لو أن هذا النبي الكريم تلا على هذا الرسول قصته وأوكله أن يبلغها للملك، ما كان بهذا الكلام بليغا ولا حكيما. لو أنه أعلمه مجمل البراءة، فاسأله، وجه له سؤالا. لو قال: ما شأن امرأة العزيز؟ لقد فضح سيده وأحرجها فأخرجها عن طورها. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لم يذكر هذا النبي الكريم موضوع المراودة ولا موضوع الخيانة، لا من قبيل ولا من بعيد، إنما غير وجهة الحديث: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يعني هناك حادثة فريدة من نوعها تلفت النظر، نسوة قطعن أيديهن في قصر عزيز مصر. اسأل سيدك، اسأل هذا الملك
ما تفصيلات هذه القصة؟ ما ملابساتها؟ ما باعثها؟ ما نتائجها؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذا العمل سماه هذا النبي الكريم كيدا، إن ربي بكيدهن عليم. يعني أنت أيها الأخ الكريم، إذا كان هناك من يدبر لك كيدا يكفيك طمأنينة ويكفيك ثقة بالله عز وجل أن الله عليم بهذا الكيد. لذلك قال بعضهم كفاك نصرا على عدوك أنه في معصية الله، مهما كاد لك مهما دبر لك إن هذا الكيد بعلم الله، إن هذا الكيد سوف يحبطه الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ربي بكيدهن عليم. حقيقة لو أن هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام خرج من السجن وعفى عنه الملك ومكنه في الأرض، يستطيع أي حاسد له أن يصل إلى الملك ويقول هذا خائن لقد خان سيده عزيز مصر. لكنه حينما رفض أن يخرج حتى تبدو براءته وحتى يثبت للملك براءته فعل هذا حتى يقطع الطريق على كل حاسد أو واش من أن يصل إلى الملك. يعني حكمة بالغة في عدم خروجه من السجن. شيء آخر، لو أنه قال للملك اسأله ما قصتي، يعني الملك قد ينسى الموضوع، اسأله ما قصتي، لماذا دخلت السجن؟ يعني رجل دخل السجن، لكن حينما ذكر له بعض التفصيلات بعضها، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، جعله في موطن الجواب. فالملك لا ينبغي أن يكون جاهلا فيما يجري في ملكه، حثه على التحقيق، أعطاه حادثة غريبة تستدعي التأمل. ستر امرأة العزيز إكراما لزوجها، ستر العزيز ذكر نسوة لا دخل لهن في الموضوع ولسن متهمات في المراودة، إنما هن شاهدات على براءة يوسف. إذا في هذه الكلمة التي قالها هذا النبي الكريم حكمة ما بعدها حكمة وسداد ما بعده سداد، وهذا شأن الأنبياء. يعني ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبدو أن الملك استفزه هذا السؤال أو استثاره، فجمع هؤلاء النسوة اللاتي حضرن هذه القصة، ويبدو أن امرأة العزيز كانت معهن وسيأتي الدليل، وسألهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. من هنا استنبط العلماء أيضا أن هؤلاء النسوة حينما أردن أن ينصحن يوسف أن يستجيب لامرأة العزيز استغللن هذا الموقف وراودنه عن نفسه. إذا هذه تهمة مشتركة، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، هذا جواب النسوة مجتمعات، هذا اسمه التواتر، أي جمع غفير يروي قولا واحدا، يروي جوابا واحدا. لذلك القاضي أحيانا يفرق الشهود، فإذا اضطربت أقوالهم وتناقضت عدت شهادتهم باطلة،
فإذا قالوا جميعا رواية واحدة فهذا يؤكد صدق روايتهم. جميع هؤلاء النسوة قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. عندئذ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. معنى حصحص الحق أي ظهر الحق. أنا راودته عن نفسي، أنا راودته عن نفسي، أنا المذنبة، أنا التي راودته، أنا المذنبة وهو بريء وعفيف، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يوم قال هي راودتني عن نفسي، حينما قال هذه القولة أمام سيده العزيز كان صادقا، والصدق ما شهدت به الأعداء، يعني خصمها هي خصمه وهي الطرف الآخر في الخلاف. قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم، يعني لا تقف موقف التهم ثم تلوم الناس إذا اتهموك. والعلماء قالوا إن الاجتهاد في نفي التهمة واجب وجوب الدفاع عن المذنب البريء. يعني إذا كنت بريئا من الذنب وجب أن تدافع عن نفسك، هذا لا شك فيه. هناك واجب آخر ألا تضع نفسك موضع التهمة، يعني ألا تدخل إلى بيت ليس فيه رجل، أنت بريء ولكن يظن بك الظنون، أنت وضعت نفسك موضع التهمة. لا تدخل إلى محل تجاري صاحبه غائب، تدخل وتقلب في البضاعة ثم تخرج، فإذا افتقد شيئا قالوا له رأينا فلانا في محلك في غيبتك. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد ليالي رمضان معتكفا، جاءته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فحينما أراد أن يذهب معها إلى البيت ليوصلها رآه صحابيان جليلان، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني تمهلا وقفا، فوقفا. قال هذه زوجتي فلانة، هذه زوجتي فلانة. يعني إذا كنت في محل تجاري ودخلت أختك وسألتها عن صحتها وعندك صديق قل له هذه أختي لئلا يظن بك الظنون. البيان يطرد الشيطان. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. إذن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء مظانها، هكذا قال العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه. لو أنك سافرت وأوكلت أخا زوجتك في رعاية شؤون البيت، أعلم الجيران أن لزوجتي أخ سوف يأتي في غيبتي لئلا يذهبن بهم الظن مذاهب لا تليق بك. دائما العاقل والحكيم لا يسمح في تصرفاته للشك والظن. إذا جئت إلى سوق في ساعة متأخرة من الليل وأنت مضطر أن تأخذ ورقة أو سند وكنت في اليوم التالي مسافرا، أعلم حارس السوق أنني جئت لآخذ هذا السند لئلا يظن بك الظنون. فالعاقل دائما واضح. قال عليه الصلاة والسلام
تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه يقول: عجبت من أخي يوسف حينما قال: ارجع إلى ربك، لو لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي وخرجت. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول؟ العلماء حللوا هذا القول، يعني هذا الذي فعله يوسف شيء يطيقه نبي، لكن عامة المؤمنين لو كان الإنسان في سجن وأمضى به سنوات عديدة وجاءه أمر إطلاق سراحه وكان مظلوما، لو قال: أنا لا أخرج حتى تظهر براءتي، احتمال كبير أن يقول من بيده الأمر: دعوه إذن. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عن أمته. قد لا يستطيع المؤمن العادي أن يسكت أو أن يرفض الخروج من السجن، فقال عليه الصلاة والسلام انطلاقا من قوله الكريم: سيروا بسير أضعافكم، لو أني لبثت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي. يعني في عنا رخص، في عنا عزائم. سيدنا يوسف نبي، سمعته كنبي أغلى عليه من إطلاق سراحه. لكن لو أنه إنسان ضعيف ودخل إلى السجن ظلما وجاءه أمر إطلاق سراحه، قد لا نكلفه أن يرفض الخروج حتى تظهر براءته. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام وغطى هذه الناحية، وأعطى لأتباعه من بعده سماحا أن يخرجوا إذا ضاق بهم السجن وضاق عليهم الأمر. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. يعني يستنبط من هذا القول أنها تابت وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم زوجي يعني أني لم أخنه بالغيب. يعني حينما قلت للعزيز سيدي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنا افتريت على يوسف، ألصقت به تهمة الخيانة، إنما فعلت هذا ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هم بقى ليعلم زوجي، الفاعل هنا زوجي. وبعض العلماء وجه هذا الفعل ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، كأنها تعتذر ليوسف بأنها في غيبته في السجن ما ألصقت به تهمة باطلة. يعني بعد أن ألصقت به التهمة لزوجها ندمت ثم قالت إنه لمن الصادقين. على كل لنا أن نفهم ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أو ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني في غيبته لم أبالغ في الحديث عن خيانته بل برأته من هذه التهمة. لكن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني الذي يخون، طبعا هي قاعدة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قصة، أما وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هذه قاعدة، هذا مبدأ، هذه سنة من سنن الله في الأرض باقية على الدوام. الله سبحانه وتعالى يكشف الخائن ويوقعه في شر عمله، يفضحه بين خلقه، يحبط عمله، مبدأ ثابت. الله سبحانه وتعالى لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الخيانة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
إخوة يوسف خانوا أباهم وخانوا أخاهم فكانوا في أسفل سافلين. يوسف رفعه الله إلى أعلى عليين، امرأة العزيز خانت زوجها ففضحها الله عز وجل، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال العلماء إن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا تعريض بامرأة العزيز، يعني امرأة العزيز كانت خائنة، وهذا تعريض بالعزيز نفسه، بمعنى كيف يسمح العزيز لنفسه بعد أن تأكد من براءة هذا النبي الكريم حينما قال وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا، يعني استرنا يا يوسف، أنت يا عزيز مصر تيقنت من براءة هذا الغلام الطاهر، كيف تزج به في السجن؟ عرض. هذه الآية تعرض بامرأة العزيز وتعرض بالعزيز نفسه، لأن العزيز خان الأمانة، أمانة الحكم. وما أبرئ نفسي. إذا أردنا أن نوجه هذا الكلام بالمناسبة، وقال الملك، الآن حوار، لكن الحوار منسوب إلى شخص معين، وقال الملك هذا قول الملك، قالت امرأة العزيز هذا قول امرأة العزيز. أما ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ليس قبل هذه الآية كما في سابقتها قال فلان، هذا حوار، ولكن لم يذكر ربنا عز وجل من قال هذا الكلام، وهذا أبرع نوع في الحوار، أن يأتي في القصة حوار لم يذكر من قاله ويحتمل أن يقوله أحد الطرفين. ففي حوار آخر أن يوسف عليه السلام قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. لماذا قلت هي راودتني عن نفسي؟ لماذا قلت ذلك ليعلم سيدي أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين؟ يمكن أن يكون هذا الكلام لسيدنا يوسف. على كل سنتابع الحوار على أنه لامرأة العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. يعني من قبل اتهمته ظلما، رغبت فيه وهذه خيانة، واتهمته ظلما وهذه خيانة، يعني ارتكبت خيانتين، خيانة المراودة وخيانة الظلم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. العلماء قالوا في القرآن الكريم أنفس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، نفس الجاهل، نفس المعرض، نفس المنقطع عن الله عز وجل، ونفس لوامة، وهذه نفس المؤمن. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من ساءته سيئته وسرته حسنته فذلكم المؤمن. من علامات الإيمان الصادق أن تسوءك سيئتك وأن تسرك حسنتك. في علامات كثيرة. المنافق ذنبه كذبابة دفعها، والمؤمن ذنبه كالجبل جاثم على صدره. علامة الإيمان أن يكبر عليك ذنبك، وعلامة النفاق أن ترى ذنبك صغيرا. علامة الإيمان أن ترى نفسك صغيرا وأن يراك الناس كبيرا، وعلامة النفاق أن ترى نفسك كبيرا ويراك الناس صغيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام
من أدعيته الشريفة: اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وبأعين الناس كبيرا. أما المنافق يرى نفسه كبيرا وهو عند الناس صغير. ربنا عز وجل قال: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا، هذه بنيته لمصلحته، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فحيثما وردت كلمة النفس من دون تقييد، أو حيثما وردت كلمة الإنسان، يعني الإنسان المنقطع عن الله عز وجل بحسب بنيته الخام. أما المصلي ليس جزوعا ولا منوعا ولا هلوعا. إن النفس لأمارة بالسوء. وإذا أجرينا هذا الكلام على أنه لسيدنا يوسف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، دافعت عن نفسي وقلت هي راودتني عن نفسي، ليعلم سيدي الذي أحسن مثواي أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تعريض بامرأة العزيز وبالعزيز نفسه، وفي التعريض بلاغ عن التصريح. يروى مرة أن الأحنف بن قيس كما يصفه الواصفون كان قصير القامة غائر العينين ناتئ الوجنتين ضيق المنكبين أسمر اللون أحنف الرجل يعرج، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، يعني كان دميما تتفاداه الأعين تنبو عنه الأبصار، وكان مع ذلك سيد قومه. إن غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب لعظم شأنه عندهم. وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. حضر مرة مجلس معاوية بن أبي سفيان، وكان قد جمع وجهاء القوم ليأخذ البيعة لابنه يزيد، وتكلم الناس وأطروا وأثنوا ومدحوا وبالغوا كما هي عادتهم. فلما بقي الأحنف ساكتا أربك المجلس وأحرج معاوية، فقال له معاوية: تكلم يا أحنف، ما رأيك؟ قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. يعني في مواقف حرجة الإنسان يستطيع أن يكني من دون أن يصرح، أن يعرض من دون أن يبين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بقى تحليل أمارة بالسوء، يعني الله عز وجل خلقها أمارة بالسوء؟ إن كان خلقها كذلك نحن لنا حجة عندئذ، يا رب نحن لم نفعل شيئا، أنت خلقت نفوسنا أمارة بالسوء، ففعلنا وجبلتنا عليه، فما ذنبنا؟ حقيقة الله عز وجل خلق في النفس شهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. حينما أودع الله في قلوبنا وفي أنفسنا هذه الشهوات أودعها لنرقى بها إلى الله. هذا أصل الخلق. كيف ترقى عند الله حينما تغض بصرك عن امرأة حسناء لا تشتهيها في الأصل؟ لا قيمة لهذا الغض. كيف ترقى عند الله إذا أنفقت 100 ليرة وليس المال محببا عندك؟ لا ترقى. لا يمكن أن تكون جنة من دون شهوات. يعني حتى أن بعضهم قال:
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الحديث له معنى دقيق، يعني لئلا يظن السامعون أن الإنسان عليه أن يذنب، ليس هذا هو المعنى. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون. المعنى الأول، الذنب هنا يعني الإحساس بالذنب. إذا أحس الإنسان على ذنبه فهو طاهر. إذا ظهر على ثوبه بقعة سوداء صغيرة جدا فمعنى هذا أن ثوبه أبيض، فإذا كان ثوبه أسود اللون وممتلئا بالأقذار لا تظهر عليه بقعة سوداء. إذا لو لم تذنبوا بمعنى إن كنتم طاهرين، إن كنتم تنطوون على حاسة أخلاقية واقترفتم ذنبا تحسون بهذا الذنب. هذا المعنى ذكرته من قبل. هناك معنى آخر، يعني هذه الطاولة لا تحب ولا تكره ولا تشتهي. ما دامت هذه الطاولة لا تشتهي ولا تكره ولا تحب لا ترتقي إلا إذا كنت تشتهي. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لأن النوم محبب والفراش الوثير يجذب الإنسان إليه، كانت قيمة صلاة الصبح. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فالنفس في طبيعتها مزودة بهذه الشهوات. أنت حينما تعطي سلاحا لجندي، إن هذا السلاح تعطيه لهذا الجندي كي يدافع به عن نفسه في ساحات الحرب، أو يقتل عدوه الذي يريد قتله. فإذا جاء الجندي بهذا السلاح وقتل أحد أقربائه، فهذا الخطأ ليس في السلاح وليس في إعطائك السلاح له، لا، الخطأ خطأه هو. فالنفس حينما زودها الله بهذه الشهوات إنما زودها بها لترقى، ولا ترقى إلا بالشهوات. حكمة بالغة. ولكن الإنسان من دون أن يقبل على الله عز وجل وقع في العمى، وإذا وقع في العمى وقع في الخطأ. فالخطأ بسبب إعراضه، يعني السيارة وهي منطلقة بسرعة عالية، ما دام وراء المقود سائق يقظ ماهر متمكن من قيادته، فالسيارة تحقق هدفها الذي صنعت من أجله. لكن السائق إذا كان أرعنا أو جاهلا غافلا أو أصابته سنة من النوم لا بد من أن يخرج عن خط الطريق الصحيح. فالخروج خروج سيارة عن خط سيرها وتحطمها، أتلام الشركة على ذلك؟ الشركة الصانعة تلام على ذلك؟ لا. حينما زودت هذه السيارة بمحرك قوي من أجل أن تنقلك إلى هدفك، لا من أجل أن تنزل به إلى الوادي، غفلتك أوقعتك بالوادي. فحتى الإنسان ما يظن أخي هي النفس أمارة بالسوء، هذا كلام يتناقله العامة أخي، والعياذ بالله. هيك الله خلقنا يا أخي، خلق لنا نفسا أمارة بالسوء. أكثر الناس يفعلون المعاصي ويغطون أنفسهم بهذه الآية، مغطاة القضية، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا هو التفسير. لا بد من أن تكون النفس مشتهية، لا بد من أن تزود بالشهوات كي ترقى إلى رب السماوات، لا بد. لكن إذا كانت الشهوة ومعها النور الإلهي، شهوة النساء تنقلب إلى أسرة سعيدة. أسرة يعني أسرة المؤمن جنة. قرأت قصة عن أحد العلماء كان غنيا، فكان يرتدي أفخر الثياب ويركب
أجمل الأحصنة، فرآه يهودي يعمل عملا قذرا، فقير شقي جائع، وقد سمع هذا اليهودي حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما وقعت عين هذا اليهودي على هذا العالم الذي يركب حصانه ويرتدي أجمل ثيابه محفود محشود، بدرت منه هذه الكلمة، قال له: أي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ شيء بحير. يقول نبيكم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأنت على ما أنت عليه من غنى ورفاه وعز وشأن، وأي جنة أنا فيها على فقري وسقائي وحرماني وتعاستي؟ فأجابه هذا العالم إجابة أسلم من فوره. قال له: إن حالك هذه التي تشكو منها إذا قيست بما ينتظرك من عذاب أليم فأنت في جنة، وإن حالي التي تراها إذا قيست بما ينتظرني من نعيم مقيم فأنا في سجن. والحقيقة لما الإنسان يتأكد: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن إن النفس، طبيعة النفس أودع الله فيها الشهوات. هلأ مثلا الهرة تحب أن تأكل اللحم، إذا أعطيتها قطعة من اللحم وأمرتها أن توصلها إلى البيت الفلاني، ماذا تفعل في الطريق؟ تأكلها. أولا لا تعقل، ليس فيها فكر تفهم كلامك، وليس عندها قيم تحافظ على هذه القطعة، شيء طبيعي. هلأ نفس الكافر كهذه الهرة مشتاقة إلى حاجات، حيثما رأى طعاما يأكله له أو ليس له، هي السرقة يعني. وحيثما نظر إلى امرأة يشتهيها، أكانت تحل له أو لا تحل؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الذي ينساق مع شهواته هو حيوان، عودة إلى الحيوانية. دائما وأبدا أنا أرفض نظرية داروين وأرد عليها، إلا في الأيام الأخيرة بدأت أقنع بها، لكن على شكل معكوس. يعني كان هذا الإنسان إنسانا فصار قردا، يعني صار الآن قردا من شدة تهالكه على الشهوات وانغماسه في الملذات وضربه عرض الطريق بالقيم والمبادئ. كان إنسانا فصار قردا، يعني نسخ قردا بعد أن كان إنسانا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. المؤمن نفسه لوامة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المؤمن نفسه لوامة، والكافر نوامة، والتقي نفسه مطمئنة، والبعيد عن الله عز وجل نفسه أمارة بالسوء. إن النفس إذا قطعت عن الله لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الملك تحقق وسأل وتبين ووصل إلى قناعة تامة بأن هذا السجين الفتى كان بريئا وطاهرا وعفيفا، وأنه دخل السجن ظلما. سمع من علمه ورأى من عفته، فماذا بقي على الملك أن يقول؟ وقال الملك ائتوني به. أول مرة وقال الملك ائتوني به فقط، أما الآن وقال الملك ائتوني به
أستخلصه لنفسي لأجعله من المقربين، لأجعله من خاصة حاشيتي، لأجعله عندي مكينا، لأجعله عندي الوزير الأول عزيز مصر. فلما كلمه رأى علما، قالوا المرء مخبوء بين ثوبيه، فلما كلمه رأى علما ورأى منطقا ورأى حكمة ورأى أدبا. نبي حدث عنه ولا حرج. ما ظنكم لو أن الله سبحانه وتعالى جمعنا بنبي يستهوينا يسحرنا بكماله برقته بتواضعه بعلمه بذكائه بفطنته. ويجب أن يكون المؤمن على شيء من هذا، يعني عفة إلى إنصاف إلى حلم إلى عفو إلى كرم إلى شجاعة إلى دقة إلى عدالة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن بأقوى مركز، من البئر إلى القصر خادما، إلى قصر الحكم عزيز مصر. إن ربي لطيف لما يشاء والله الذي لا إله إلا هو. هذه القصة تنطبق إلى يوم القيامة على كل مؤمن. كن عفيفا، لا بد من أن تكافأ بأحسن زوجة في الأرض. كن أمينا، لا بد من أن تعيش في بحبوحة. كن صادقا، لا بد من أن تعيش في مكانة علية. كل شيء تحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة. إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعض العلماء حلل عفة سيدنا يوسف، يعني مثلا لو أن شيخا طاعنا في السن راودته امرأة العزيز فقال معاذ الله، تجاوز هذه المرحلة، تجاوزها، له أجر ولكن ليس كأجر هذا الشاب. فالعلماء جمعوا نقاط دقيقة جدا ترفع من قيمة هذه العفة. أول نقطة قالوا إن حب النساء طبع ركبه الله في الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء، ومع ذلك قال معاذ الله. شيء آخر، كان هذا النبي شابا، فلو كان شيخا كبيرا لما كان له أجر هذا الشاب. لذلك ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الشاب التائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. يا معشر الشباب، هذه السورة لكم. هو بشر، إذا ركب الله به حب النساء. خالف الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الذي ركبه الله فيه. شيء آخر، كان شابا، ولا يخفى ما عند الشباب من توقد ومن فتوة ومن شهوة متقدة. وكان شابا عزبا. لو كان متزوجا وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، له أجر ولكن ليس كأجر هذا الأعزب الذي ما عرف النساء. وكان غريبا، والإنسان الغريب تدعوه نفسه إلى المعصية أكثر مما تدعوه إذا كان مقيما. لذلك كلما كان المجتمع يعني قليل العدد كان منضبطا. الإنسان معروف، أخلاق القرية أرقى من أخلاق المدينة، معروف بقريته. أما في المدينة فيها لا يعلمها إلا الله. إذا كان بحكم أنه بشر مركب فيه هذه الشهوة،
وكان شابا وكان عذبا وكان غريبا، ودعته امرأة لم تدعه امرأة دميمة قبيحة، دعته امرأة ذات منصب وجمال. ولم تكن هذه المرأة ذات المنصب والجمال متأبية عليه، بل كانت خاضعة له، وهذا مما يسهل له اقتراف هذه الشهوة. ولم يكن هو الطالب، بل كانت هي الطالبة، هي الطالبة، ولم تكن متأبية عليه، وكانت ذات منصب وجمال، وكان غريبا وكان عذبا وكان شابا، وقد ركب فيه هذا الطبع. وكان في دارها، غلقت الأبواب، وكانت واثقة من كتمان الأمر، وكان لا يخشى أن تشكوه إلى أحد، لأنها هي التي طلبت، وإذا شكته تقع في شر عملها. وكان مملوكا يلقى عليه الأمر بيدها ضمن سلطتها، واستعانت عليه بنسوة كثر حينما أقنعنه أن يستجيب لها، وتوعدته بالسجن. وزوجها ليس غيورا، هو مطمئن، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا الذي فعله، بدل أن يقيم القيامة، بدل أن ينفجر، بدل أن يبعده عنها، أبقى كل شيء على حاله وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. إذا بدا الزوج ليس غيورا متساهلا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القرآن ما ذكر أن الملك استجاب له أو لم يستجب، لكن العلماء استنبطوا أن مكانته القوية والعلية عند الملك تجعل طلبه محققا فورا. يعني عدم ذكر أن الملك استجاب له ووافق على اقتراحه تكريم لهذا النبي الكريم وشيء بديهي. يقول لك واحد كنا بالحرب الفلانية وانفجر لغم أمامنا، تقول له يعني متت أنت؟ يعني حكيت أمامك هو. طبعا كل شيء إذا فهم من دون أن يذكر لا ينبغي أن يذكر، البلاغة في الإيجاز. أما كلمة إني حفيظ عليم، أيجوز أن يزكي المرء نفسه؟ هذا سؤال دقيق. ربنا عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم، إياكم أن تزكوا أنفسكم، إلا أن العلماء استثنوا. يعني إذا كان الناس في ورطة وليس أحد يستطيع أن ينقذهم منها، وكان الرجل واثقا من قدرته، يجب أن يقول أنا أستطيع أن أنقذكم منها. في حالات فاسدة، لو أن في البلدة منصب لقاض لم يتقدم أحد لشغل هذا المنصب، وكان أحد الرجال واثقا من علمه، واثقا من نزاهته، واثقا من عدالته، وقال أنا أشغل هذا المنصب، هذا يجوز. يعني في الأصل لا تزكوا أنفسكم، هي واحدة. والأصل الثاني لا تزكي على الله أحدا. كان أحد العلماء إذا طلبت منه تزكية رجل يقول أعلم فلان كذا وكذا وكذا والله أعلم، فإن بدل وغير كلام سيدنا الصديق فهذا علمي به ولا أعلم الغيب، أنا أعلمه أرحم أمة محمد بأمة محمد. حينما ولاه الخلافة من بعده خوفه بعض الناس وقالوا كيف تولي عمر وعمر من الشدة بما تعلم؟ قال أتخوفونني بالله؟ أقول لربي وليت عليهم أرحمهم. سيدنا عمر قال له أبو ذر إن الناس خافوا شدتك فبكى، فقال والله يا أبا ذر لو علم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن الأمر
لا يناسبه إلا كما ترى، لا بد من شدة ظاهرة كي ينصاع الناس. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. إذا يجوز أن تقول إذا كان الناس في ورطة وفي أزمة أنا أفعل كذا وكذا، هذا بإمكاني وبقدرتي. هي حالة استثنائية. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هي حفيظ عليم مقياس خالد، يعني إذا أردت أن تعين موظفا لا بد من صفتين اثنتين: الأولى الكفاءة، يعني أهل لهذا المنصب، والثانية الأمانة الإخلاص، مخلص لمبدئك وكفء في عمله. سيدنا عمر أخذ من قوله تعالى: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كتب كتاب عين به أحد الولاة وقال له: خذ عهدك وانطلق إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى 4 خلال، فاختر لنفسك. إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين العزل والتأديب، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك يعني أعداءك. إني حفيظ يعني كفء، إني حفيظ حفيظ يعني أنا أمين، عليم يعني كفء. حفيظ يعني مخلص، أحافظ على العهود والمبادئ، عليم خبير بهذا الأمر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يعني أي مكان يذهب إليه حر طليق. في بعض الروايات أن ملك مصر ترك الملك كله له، وجد علم وحكمة وشخصية وطهر وعفاف وعدالة، فسلمه قيادة مصر كلها، وانزوى في قصره وانكفأ. فبعضهم قال: أيجوز أن تعمل لظالم كافر؟ الجواب نعم ولا. أما نعم إذا أعطاك الحرية المطلقة، يعني وكلك قاضي وقال لك احكم بين الناس بالعدل، يا حبذا هذا المنصب، يعني أحقق العدالة في المجتمع ولو كنت معينا من قبل حاكم ظالم. أما إذا تدخل في شؤونك اليومية، احكم في هذه القضية كذا وكذا، أصدر حكما ببراءة فلان، أصدر حكما باتهام فلان، هذا لا يجوز. العلماء وصلوا إلى حل: كيف عمل هذا النبي الكريم، نبي كريم، كيف عمل رئيس وزراء عند فرعون أو عند الملك؟ وأغلب الظن أن هذا الملك لا يعرف الله عز وجل. هل يجوز ما دام قد أطلق صلاحيته؟ قال له: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ما دام قد أطلق يده في أن تفعل ما تشاء يجوز. لو قيده لا يجوز، لو قيده لا يجوز. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة، يعني في دقة بالغة أن هذا النبي الكريم كان في البئر، ائتمروا عليه إخوته، وصل إلى القصر خادم، دخل السجن، ثم بعدها صار عزيز مصر. يعني مصر كلها بيده، مقدراتها بيده، أمره نافذ، أي مكان ذهب إليه يستقبله على الترحاب. قال: هذه للدنيا والدنيا زائلة. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا، والعفو والعافية في دنيانا وديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.